ايه ده ازاي ما عملش حاجه لسه؟ بتاع مقلوبة انا بصراحه مش عارف افهم ايه بس زي ما هي مقلوبه ليه صحيح؟ الجواز نفسه. طب يا جماعه نتكلم مع بعض في المحاضره دي. كمل. هو ان شاء الله بعد كده لما المغرب يقرب شويه يعني هيبقى بدري شويه هنبقى نخلي فيه ريست بين المحاضرتين لان هو المفروض محاضره 3 ساعات فالمفروض يكون فيه ريست في الاول في النص بس احنا بنسيبه في الاول على اساس ده هيصلي المغرب ولا اي حاجه لكن بعد كده لما نقرب شويه بنخليها في النص عشان 3 ساعات يبقوا ورا بعض كتير. نشوف المحاضره ولا الاثنين نتكلم مع بعض. احنا المره اللي فاتت خدنا اللي هو شابتر 1 المره دي هناخد بس جزء صغير من شابتر 2 وبعدين نبدا في شابتر 3. شابتر 2 كل اللي احنا هناخد فيه اللي هو 4 ورقات الاولانيين. الاربع ورقات الاولانيين في شابتر 2 هم دول اللي احنا هناخدهم وبعدين هنبدا في شابتر 3. نشوف شابتر 2 الداتا موديلز. هو كله بيتكلم على الموديلز والداتا موديلنج. اللي يهمنا في ايه هو الداتا موديل؟ احنا عندنا لما بدانا نتكلم عن الداتا بيس في مجموعه من المدارس ظهرت. كل مدرسه من المدارس بتحاول توجد طريقه مناسبه للتعبير عن قواعد البيانات. ازاي نعبر عن قواعد البيانات؟ عشان نوصل لقاعده بيانات مثاليه نعمل ايه؟ ايه هي الخطوات؟ ايه هي الادوات اللي احنا نستخدمها؟ ايه هي الكلمات او المصطلحات او الكونسبتس اللي احنا بنستخدمها؟ وكل كونسبت معناه ايه؟ فكل مجموعه من الباحثين بداوا يطلعوا طريقه او يطلعوا موديل خاص بيهم. ده اللي احنا بنسميه دلوقتي الداتابيس بتاعتنا اللي هو الداتا موديل. فلما نقول داتا موديل معناه ده موديل لمجموعه من الاشخاص طلعوا الموديل دوت. فايه هو بقى تعريف الداتا موديل؟ الداتا موديل هو سيت اوف كونسبتس ديسكرايب مجموعه من الكونسبتس، مجموعه من المفاهيم. الباحثين بتوعها او اصحاب المدرسه دي طلعوا مجموعه الكونسبتس تو ديسكرايب 3 حاجات عشان تشرح 3 حاجات. نمره 1 الاستراكشر. هيشرحوا اول حاجه الاستراكشر بتاع الداتابيس، ثاني حاجه يشرحوا اللي هي الاوبريشنز، وثالث حاجه يشرحوا الكونسترينتس. يبقى مجموعه الكونسبتس اللي في الداتا موديل بتشرح الاستراكشر. ايه هو الاستراكشر بتاع الداتابيس؟ اللي هو اسماء. ايوه اسماء التيبلز اللي موجوده. التيبلز اسمائها ايه؟ ايه التيبل ايه وايه وايه؟ اسماء التيبلز. طب كل تيبل ايه هي الفيلدز اللي فيه؟ ايه هي الاعمده اللي موجوده فيه؟ عرفنا مثلا ان في تيبل اسمه ستودنت وفي فيلدز اللي هو النيم والاي دي ومثلا ديبارتمنت. عرفنا اسماء الفيلدز. بنحتاج ايه كمان؟ بنحتاج التايب بتاع كل فيلد من الفيلدز. انت مثلا الاي دي يبقى عايز تقول ان هو انتجر والسايز بتاعه 10 او كاركتر او بارت شارت مثلا او اي حاجه. يبقى بتحدد كلمه الاستراكشر للداتابيس المقصود بيها ان احنا بنحدد اللي هو التيبلز اللي موجوده في الداتابيس. نحدد ايه اللي هو التيبلز ونحدد كل اسماء التيبل واسماء الريكورد يعني او بلاش اسماء الريكوردز اللي فيها الفيلدز اللي فيه الداتا تايب لكل فيلد من الفيلدز. ايه هي بقى الريليشنز؟ ما احنا قلنا الداتا تايب. كلمه داتا تايب دي احنا ماشي هنتكلم فيها. لما نقول داتا تايب ده يا جماعه ما نقولش بس انتجر بس، لا انتجر والسايز بتاعه كام والرينج بتاعه ايه. يبقى ده يعتبر تايب بالنسبه لنا. بعد كده بنعرف كمان الريليشنز، العلاقات اللي بين الجداول. كل الكلام ده هو ده اللي مين؟ الاستراكشر بتاع الداتابيس. يبقى لما نقول داتا موديل يبقى داتا موديل ايه هو الداتا موديل؟ هو عباره عن سيت اوف كونسبتس تو ديسكرايب الاستراكشر اوف داتابيس. ده احنا شفنا الاستراكشر. يعني ايه استراكشر الداتابيس؟ يعني نعرف ايه اسماء التيبلز، ايه اسماء الفيلدز اللي موجوده في التيبل، ايه هي الداتا تايبس لكل فيلد، كل عمود في الجدول ايه الداتا تايب بتاعه نوعه ايه هي الريليشن شيبس بتوين اللي هو التيبلز. يبقى هو ده كله الاستراكشر بتاع الداتابيس. بعد كده بيحدد ايه كمان؟ بيحدد اللي هو الاوبريشنز فور مانيبيوليتنج ذيس ستراكشر. ايه بقى الاوبريشنز؟ احنا عرفنا دلوقتي ان هو اسمها تيبلز. الاوبريشنز دي احنا كنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت لما اتكلمنا قلنا في حاجه اسمها بروجرام داتا اندبندنت وفي حاجه اسمها ايه؟ بروجرام اوبريشن اندبندنت. يعني ايه بروجرام اوبريشن؟ قلنا في قواعد البيانات
في عمليات خاصه بقاعده البيانات، زي مثلا عندنا قاعده بيانات لليونيفرس او كليه ولا حاجه، وعايزين نعرف اوبريشن اسمها حساب تقديرات الطلاب عشان تحسب التقدير النهائي لكل طالب، تحسب الجريد بتاعه. او في شركه وعايزين نضيف اوبريشن اسمها كالكوليت السالري، عايزين يحسب السالاريز بتاعت الموظفين كلهم، او يحسب العلاوات، او يحسب الاستقطاعات، او اي حاجه من الحاجات دي كلها. يبقى دي اوبريشنز. الاوبريشنز دي قبل كده كنا زمان بنكتبها فين؟ في البرنامج، يبقى برنامج كاتبينه بالسي بلس بلس، والاوبريشنز دي مكتوبه بالكود جواه. لكن اصبح دلوقتي من الامكان ان احنا نعرف الاوبريشنز دي داخل الداتابيز. في الداتابيز مانجمنت سيستم نعرف بروسيجرز او فانكشنز داخل الداتابيز، في الداتابيز نفسها، يبقى احنا فصلنا الاوبريشنز حطيناها في الداتابيز. يبقى انا داتا موديل هو سيت اوف كونسبت ديسكرايب ستراكشر اوف ذا داتابيز، وتعرف كمان الاوبريشنز فور مانيبيوليتنج ذيس ستراكشرز. الاوبريشنز دي يا جماعه في نوعين من الاوبريشنز اللي هي بتتعامل مع الداتابيز. في اوبريشنز اسمها بنسميها بيزك موديل اوبريشن، وفي اوبريشنز ثانيه بنسميها يوزر ديفايند اوبريشنز. يبقى الاوبريشنز اللي هتتعامل مع الجداول دي مع الداتابيز بتاعتنا هنقدر نقسمهم لنوعين. النوع الاولاني بيزك موديل اوبريشنز. بيزك موديل اوبريشنز دي عباره عن مجموعه من الاوبريشنز عامه موجوده في كل الداتابيز، زي عمليه انسيرت. يبقى انا ممكن استخدم انسيرت ده مع اي تيبل، ديليت، ابديت. يبقى كل الاوبريشنز العامه اللي اقدر استخدمها مع اي داتابيز وبتكون موجوده ومتعرفه في الداتابيز مانجمنت سيستم، يبقى دي بقدر بسميها بيزك موديل اوبريشنز. دي بسميها بيزك موديل اوبريشنز. لكن الاوبريشنز اللي محتاجه ان اليوزر يديفاين الاوبريشن دي، اللي هي الاوبريشنز الخاصه بقاعده البيانات بتاعتنا، يبقى دي بنسميها يوزر ديفاين اوبريشن. زي الاوبريشنز اللي احنا لسه متكلمين عنها، اللي هو حساب التقديرات، حساب الرواتب، حساب الخصومات. يبقى دي اوبريشنز خاصه بالموظفين، ما اقدرش استخدمها في اي داتابيز ثانيه. يبقى الداتابيز الخاصه دي بسميها يوزر ديفاين اوبريشن. يبقى احنا قلنا الداتا موديل مجموعه الكونسبت، تشرح ستراكشر، تشرح الاوبريشنز، وتشرح كمان اللي هي الكونسترينتس. ايه بقى الكونسترينتس؟ احنا عرفنا خلاص الاستراكشر. الكونسترينتس هي بقى القيود اللي بحطها على قواعد البيانات بتاعتنا. انا قلت في تيبل اسمه ستودنت، في 3 فيلد، الاي دي والنيم والديبارتمنت. اجي بقى نشوف ايه بقى الكونسترينت ممكن نحطها. ممكن نقول مثلا ان الفيلد بتاع الاي دي ان هو يكون نوت نل، ما ينفعش يكون الاي دي نل. ممكن اجي اقول ان الاي دي السايز بتاعه كذا، حدد السايز بتاعه. ممكن احط كونسترينت ان مفيش ديبارتمنت يتضاف الا ما يكون في جدول الديبارتمنتس. يعني ما ينفعش احط ستودنت واقول ان الستودنت ده في ديبارتمنت اسمه سي اس مثلا، ولما اروح على جدول السي اس الديبارتمنت الاقسام ما الاقيش اصلا سي اس. يبقى ده كونسترينت بحطه ان انا ما اقدرش اضيف طالب في قسم الا ما يكون القسم ده متضاف قبل كده. يبقى ده قيد اقدر احطه على الداتابيز. زي واحنا قلنا برضه النوت نل، ممكن اجي على فيلد من الفيلدز واقول ده كونسترينت القيد بتاعنا ان هو يكون نوت نل. ممكن اجي على البيكس ديت مثلا واقول ان الشرط القيد بتاعنا انه يكون في رينج محدد، احدد الرينج من سنه كذا الى سنه كذا، بحيث ان هو اللي بيدخل الداتا لو دخل داتا غلط يبقى ده هيديله زي هنت كده ان في ايرور في الداتا. طبعا هنا البيرث ديت اقدر اقول متوسط اعمار الطلاب، الطالب اللي يخش عندنا عمره من كذا الى كذا. يبقى ما ينفعش يخش طالب لسه مثلا عمره 2 3 او عمره 80، يبقى دي كلها بيعمل تشيك على الداتا اللي بتخش عنده في الداتا. دي اللي هي الكونسترينتس. يبقى داتا موديل هو سيت اوف كونسبتس تو ديسكرايب the structure of database, the operations for manipulating these structures, and certain constraints that should be obeyed. الموبايلات يا جماعه، احنا دلوقتي قلنا الداتا موديل، وقلنا الداتا موديل ده هو عباره عن اللي هو السيت كونسبت. السيت كونسبت دي جت منين اصلا؟ ان في مدرسه من المدارس او مجموعه من الباحثين طلعوا مجموعه الكونسبت دي، حطوا هم الاساس للموديل دوت. فطلع عندنا موديلز كتيره جدا، كل مجموعه طلعوا موديل. عايزين مجموعه الموديلز الكتيره دي نقسمها لمجموعات، ل3 مجموعات. هنقسم مجموعه الموديلز ده ل3 كاتيجوري. يعني كل الموديلز الكتير لكل مجموعه يكونوا مطلعين موديل خاص بيهم، فاحنا هنقسم الموديلز دي كلها، الطرق دي كلها، مجموعه الكونسبت دي كلها ل3 مجموعات.
لثلاثه كاتيجوري. اول كاتيجوري بنسميه كونسبشوال. بنسميه كونسبشوال. مفيش ميكروفون وانا مش قادر ازعق، فيا جماعه يعني بلاش الموبايل. في الثلاثه كاتيجوري دول يا جماعه، اول كاتيجوري بنسميه كونسبشوال داتا موديل. كونسبشوال داتا موديل، او بنسميه هاي ليفل داتا موديل، او سيمانتيك داتا موديل. اكتر حاجه هنشوفها هي كلمه كونسبشوال داتا موديل، وفي بعض الاحيان يتقال عليها هاي ليفل، لكن سيمانتيك نادر استخدامها هنا. نشوف يعني ايه كونسبشوال داتا موديل. ادام هي كونسبشوال يبقى قريبه من اليوزر. احنا عايزين نشوف اليوزر هو هيحتاج البيانات بيفهمها بشكل ازاي. فاحنا هنشوف اليوزر وايه هي الشكل المناسب لفهم اليوزر، ونبدا نحط الموديل ده كله بيبني كله على اليوزر. بالتالي مجموعه نعم كونسبت. هو افضل حاجه انت بتعمل ليها كونسبت. هو ده المفهوم. يبقى تاني يا جماعه احنا قلنا هنقسم الموديلز دول لكاتيجوري. في ناس وهم بيصمموا الداتابيز موديل بتاعهم بيركزوا على اليوزر، يشوفوا اليوزر هو عايز ايه، عايز يشوف الداتا فيها ايه، يشوفها بمنظور عامل ازاي، زي ما احنا قلنا فيوز قبل كده لليوزر. في مجموعه ثانيه ركزوا على اللي هو الهارد، ازاي الفايلات بيتم بيستور الفايلات دي على الهارد، ازاي الفايل نخزنه في البلوكس، البلوكس دي تخزن على الهارد ازاي نعمل فهرس اندكس للفايلات بحيث ان احنا نقدر نوصل للفايل اسرع. يبقى في مجموعه اهتموا باليوزرز والفيو اللي هيظهر لليوزر. في مجموعه ثانيه في الموديلز بتاعتهم ركزوا على الفيزيكال لاير، يعني اهتموا بالهارد وازاي الداتا بيس فايل بيتخزن على الهارد، بيتقسم لبلوكس ازاي، البلوكس دي هتتخزن ازاي على الهارد، ازاي يوصل للبلوكس دي بشكل اسرع، ازاي يعمل اندكس، طب يطلع الاندكس كبير، طب يبقى يعمل اندكس للاندكس وهكذا. يبقى دي الاندكسنج اللي هي الفيزيكال لاير. ده مجموعه ثانيه من اليوزرز. ده الكاتيجوري الثاني اللي بنسميه فيزيكال داتا موديل او لو ليفل داتا موديل او انترنال داتا موديل. يبقى احنا دلوقتي عندنا تو كاتيجوريز، كونسبشوال داتا موديل وده بيهتم باليوزر، الثاني بيهتم بالفيزيكال لاير، بيهتم بازاي الفايلات اتخزنت على الهارد، لكن ما بيهتمش نهائي باليوزر، مش مهتم الداتا هتوصل ليه ازاي، لانه ادام هو هيوصل للداتا بشكل اسرع يبقى هيساتسفاي حاجه عند اليوزر، يحقق حاجه ريكوايرمنت عنده عند اليوزر انه يوصل للداتا بشكل سريع. النوع الاخير اللي هو الامبلمنتيشن او ريبريزنتيشنال داتا موديل. النوع الكاتيجوري الثالث ده يا جماعه، مجموعه الموديلز الثالثه هي مجموعه في الوسط، لا هي اهتمت قوي باليوزر ولا هي اهتمت قوي بالفيزيكال، يعني في الوسط اهتمت بشكل مبسط باليوزر فيو، واهتمت برضه بشكل مبسط بالفيزيكال بالتخزين على الهارد ازاي، بحيث ان هي تضم اكبر رينج من الريكوايرمنتس بتاعتها. يبقى دي ثلاثه كاتيجوري ده اللي هم ايه يا جماعه؟ احنا قلنا في عندنا الداتا موديلز، في موديلز كتيره، في طرق كتيره للتعبير عن قواعد البيانات وازاي نوصل ليها. قسمناها الموديلز الكتير دي لثلاث انواع. النوع الاولاني كونسبشوال يهتم باليوزر، فيزيكال يهتم بالداتا بيز ستور ازاي على الهارد، وبعد كده الامبلمنتيشنال او الريبريزنتيشنال ده في الوسط بين الاثنين. الحاجه اللي بعديها اللي هي داتا بيز سكيما. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان كان في حاجه اسمها اللي هي الداتا ستورد، اللي هي ستورد داتا، وحاجه ثانيه اللي هي كانت الميتا داتا. الميتا داتا دي اللي هي كانت ايه يا جماعه؟ اللي هي داتا ديسكرايب الداتا، كانت بتشرح الداتا بيز بتاعتها. تقول مثلا الداتا بيز تتكون من تيبل اسمه كذا ستودنت وامبلويي وانستراكتور، تيبل اللي هو الستودنت في فيلدز اسمائهم كذا، الريليشن بينهم كذا، يبقى دي كله وصف للداتا، لكن ما بيقولش ايه هي الداتا اللي هي ستور الداتا بيز. الميتا داتا دون المصطلح ده مستخدم في دومينز كتيره، يعني ما هوش في قواعد البيانات بس، لا موجود في مجالات، ده مصطلح عام. الحاجه الخاصه بينا في الداتا بيز بقى اللي هي مين؟ الداتا بيز سكيما. يبقى لما نقول داتا بيز سكيما هو نفسه الميتا داتا، بس ده مصطلح خاص بالداتا بيز بتاعتنا، بالدومين بتاعنا اللي هو الداتا بيز. يبقى لما نقول داتا بيز سكيما هو الديسكريبشن اوف داتا بيز، يعني الداتا بيز سكيما. فاكرين الداتا بيز سكيما كنا قلنا المره اللي فاتت ان الداتا بيز سكيما بيستورد فين؟ في حاجه اسمها كتالوج او ديكشنري.
حاجه اسمها كتالوج في الداتابيز او في الديكشنري، ده هو ده اللي بيبقى متخزن فيه الميتا داتا اللي احنا هنا سميناها الداتابيز سكيما. طبعا ده هو بيحتوي على الميتا داتا او الديسكريبشن للداتابيز، يبقى يحتوي على الستراكشر والداتا تايبس، ويحتوي على الكونسترينتس والريليشن شيب بين التيبلز بتاعتنا. احنا دلوقتي بعد ما نجيب السكيما الداتابيز سكيما يعني وصف الداتابيز ده، احنا قلت في تيبل اسمه كذا ويحتوي على كذا، ده وصف كله مكتوب كتابه كده. الكتابه دي كلها اللي هو المكتوب كله زي باراجرافات كده، هناخد جزء من الديسكريبشن ده وجزء من السكيما دي يا جماعه ونرسمه في رسمه. هناخد جزء من اللي هو الشرح ده ونرسمه في رسمه، الرسمه دي هيبقى مثلا على الشكل ده. هنقول ده في تيبل اسمه ستودنت، او في اعمده اسمه نيم وستودنت نمبر وكلاس وميجور، يبقى خدنا سبست من السكيما داتابيز سكيما وعبرنا عنه برسمه على الشكل ده. الرسمه دي بنسميها ايه يا جماعه؟ بسكيما دايجرام. يبقى السكيما دايجرام هو عباره عن ايه؟ سكيما دايجرام هو عباره عن دايجرام بيشرح سبست من السكيما. هناخد جزء من السكيما ونعبر عنه برسمه. يعني هنا ما عرفناش الداتا تايب هنا ايه؟ مفيش داتا تايب، ما عرفناش مثلا ديبارتمنت الفيلد ده نوعه ايه ولا السايز بتاعه كام، ما عرفناش الريليشنز اللي بينهم، يبقى كل ده حاجات ما عرفناهاش في الدايجرام دوت. يبقى السكيما دايجرام بناخد جزء بس من الديسكريبشن او جزء من السكيما ونرسمه في رسمه. كده عرفنا ان هو الداتابيز سكيما والسكيما دايجرام. في حاجه اسمها سكيما كونستراكت. ايه بقى هو السكيما كونستراكت؟ احنا عندنا الرسمه اهي في ستودنت وكورس، كل واحد من دول بسميه سكيما كونستراكت. كل واحد من دول بسميه سكيما كونستراكت. يعني الستودنت لوحده كده ده بسميه سكيما كونستراكت. بسميه سكيما كونستراكت. سكيما كونستراكت باخد السكيما كونستراكت ده واحطه في مين؟ في اللي هو السكيما دايجرام ونعبر عنه في السكيما دايجرام. يبقى لما اقول سكيما كونستراكت يبقى المقصود بيه تيبل من التيبلز دول. المقصود بيه تيبل من التيبلز. في حاجه ثانيه اللي هي داتابيز ستيت. احنا خدنا الداتابيز وخزنا فيها اللي هي الانيشيال داتا. بعد ما خزنا الانيشيال داتا فيها بعدين حطيناها بقى بعد كده على البرنامج وبدا يشتغل وبدا يخزن فيها بيانات ويعدل ويضيف وهكذا. لو جينا في وقت في during execution وقفنا كل التعاملات مع الداتابيز وخدنا زي باك اب كده نسخه من كل محتويات الكونتنتس، محتويات الداتابيز. النسخه اللي احنا ناخدها من محتويات الداتابيز دي كلها في لحظه معينه هسميها داتابيز ستيت. يبقى الداتابيز ستيت يعني ايه داتابيز ستيت؟ اللي هو نسخه من الداتا كونتنتس او ما هوش من الديسكريبشن، من الكونتنتس بتاع الداتابيز. يعني هاخد نسخه من محتويات الداتابيز او سناب شوت. نعم مش هياخد الاثنين، يعني مش هياخد نسخه من الداتابيز كلها كل محتوياتها، مش هاخد، لا هياخد الكونتنتس بتاع الداتابيز. يبقى اكشوال داتا ستور. نعم سناب شوت. الاكشوال داتا ستور ان داتابيز ات بارتيكولار مومنت ان تايم، يعني هاجي في وقت محدد واخد نسخه من الكونتنتس بتاع الداتابيز، نسخه من الكونتنتس بتاع الداتابيز في وقت محدد، يبقى ده بسميه داتابيز ستيت. طب ده محتويات الداتابيز بتتغير من وقت للتاني، يعني كل احنا شغالين في كل لحظه في بيانات بتتحط وتتعدل، يبقى انا بنقل الداتابيز من داتابيز ستيت الى داتابيز ستيت. يعني في كل لحظه في كل وقت هلاقي الداتابيز في ستيت مختلفه عن اللي كانت موجوده قبل كده، بتتغير. يبقى الداتابيز ستيت دي بتتغير فريكوينتلي على طول. طبعا الداتابيز ستيت في اسماء ثانيه للداتابيز ستيت بنسميها، ممكن نسميها داتابيز انستنس او اوكيرنس او سناب شوت. كل دول اسماء لمين؟ لداتابيز ستيت. دي كلها اسماء للداتابيز ستيت. لكن اكتر حاجه هنشوفها اللي هي داتابيز ستيت وداتابيز انستنس، دول اكتر حاجه احنا بنشوفهم في الاستعمال. طب ادام احنا نقدر ناخد
انستنس من الداتابيز في اي وقت. يبقى زي ما انا اقدر اخد انستنس من الداتابيز كلها، اقدر اخد انستنس من تيبل. اجي على تيبل واحد بس واخد انستنس منه، يعني كوبي من الكونتنتس بتاعت التيبل ده في نفس وقت، في لحظه محدده. يبقى دي بسميها تيبل كونتنت او تيبل انستنس، بسميه اللي هو تيبل انستنس. ونفس الحكايه ممكن اجي على ريكورد واحد بس واخد انستنس من الكونتنتس بتاعت الريكورد، بيانات طالب معين خدت انستنس منه، بعد لحظه او لحظات تعدي بيانات الطالب ده، تضاف درجات، تتحذف، ساكن في حاجه، يبقى الكونتنتس تتغير، يبقى اقدر اخد انستنس تاني من الريكورد دوت. يبقى انا عندي داتابيز ستيت اللي هي زي باخد سناب شوت للكونتنتس للداتابيز في اي لحظه. اقدر اخد انستنس من تيبل او انستنس من فيلد او ريكورد في الداتابيز. نعم. في نسخة ثانية يا دكتور بتبقى متعدل فيها، المفروض يعني ما بتبقاش سناب شوت بس، ان انا باخد صورة منها او ان انا اعدل فيها. ده احنا ما بنعدلش ولا حاجه، احنا بناخد كوبي بس كده. الكوبي اللي احنا خدناه ده هو اللي بنسميه داتابيز ستيت، يعني ده حاله الداتابيز في لحظه معينه كانت بالشكل ده. لكن انا ما بعدلش فيها، احنا بنشوف زي لقطات سناب شوت بس كده من الداتابيز بس. يبقى الداتابيز ستيت زي ما احنا قلنا قبل كده، دي هي عباره عن الكونتنتس اوف ذا داتابيز ات ا مومنت ان تايم. بعد ما عرفنا الداتابيز ستيت وقلنا ان الداتابيز ستيت بتتغير على طول، يبقى اقدر الداتابيز ستيت هلاقي فيه حالات من الداتابيز ستيت. في حاجه اسمها انيشيال داتابيز ستيت. يبقى انيشيال داتابيز ستيت ايه هي الانيشيال داتابيز ستيت؟ باسمها ادام هي انيشيال يبقى معناها ايه؟ ان انا لا مش امتى بقى، اول ما اخد الداتابيز ولسه ما حطيتهاش على البرنامج عشان يبدا يشتغل، يعني اول ما حطيت فيها الانيشيال داتا. يبقى انا عندي اول حاجه خالص قبل الانيشيال كمان اللي هي مين قبلها خالص؟ اللي هي امتي ستيت. يبقى في امتي ستيت اللي هي الداتابيز فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص. يبقى يعني ايه امتي ستيت؟ امتي داتابيز ستيت يبقى معناه نسخه من الداتابيز قبل ما يبقى هي ما فيهاش اي حاجه. الحاجه اللي بعديها انيشيال داتابيز ستيت. انيشيال داتابيز ستيت يعني ايه انيشيال داتابيز ستيت؟ اللي هي الداتابيز بس فيها الانيشيال داتا، فيها الانيشيال داتا. فاكرين يعني ايه الانيشيال داتا؟ طبعا الانيشيال داتا دي اللي احنا قلنا قبل كده. يعني ايه انيشيال داتا؟ لما كونا الداتابيز ما اقدرش اخد داتابيز واحطها على البرنامج يشتغل مباشره، لا في انيشيال داتا بدخلها. زي ما احنا قلنا مثلا محتاجين ندخل اسماء الاقسام، يبقى بدخل بيانات اسماء الاقسام. محتاج ان انا بدخل اللي هو الدرجات الماليه، محتاج ادخل شهور السنه. يبقى دي عباره عن داتا نادره ما بتتغير، مش محتاج ان انا احط عندها فورمز وحاجات وصلاحيات في البرنامج بتاعي فبخزنها. او تكون انا عندي بديفولب سيستم، يعني ببني قاعده بيانات لبرنامج كان موجود قبل كده. انا ببني برنامج لشركه والشركه دي كان فيها برنامج قديم بقاله 10 سنين، فهاخد البيانات الداتا اللي كانت موجوده في البرنامج القديم وهعمل ستور ليها في الداتابيز بتاعتي. يبقى دي كده بسميها الانيشيال داتا بتاعتنا برضه. يبقى ده اللي هو عندنا امتي ستيت داتابيز وهي فاضيه، انيشيال داتابيز ستيت اللي هي داتابيز وفيها الانيشيال داتا، وعرفنا الداتابيز ستيت. في حاجه اسمها فاليد ستيت. يعني ايه فاليد ستيت؟ هي نسخه من بيانات محتويات قواعد البيانات برضه، بس لابد ان هي تحقق جميع الشروط اللي هي الكونسترينتس على الداتابيز، وتحقق كمان جميع اللي هي شروط الاستراكشر بتاعها. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي في مجموعه من القيود حطيتهم على الداتابيز، زي ما اقول مثلا انا هخلي اللي هو مثلا الفيلد بتاع الاي دي بتاع الستودنت ده نوع انتجر، يبقى ما الاقيش في وقت ولا في سترينج. حطيت قيد على الرقم الستودنت وقلت ان هو اللي هو نوت نون، لازم الفاليو بتاعته تخش. ما ينفعش الاقي رقم للستودنت ولا الاقي نون. يبقى لو لقيت نسخه من الداتابيز، داتابيز ستيت بتحقق كل الكونسترينتس، بتحقق كل الشروط، يبقى بسميها فاليد ستيت. يبقى بسميها فاليد ستيت. طب احنا دلوقتي هل من الممكن ان انا الاقي نسخه من الداتابيز والاقيها ان فاليد؟ ممكن الاقي نسخه من الداتابيز والاقيها ان فاليد. امتى؟ لما يكون حصل مثلا فيل في اي حاجه والسيستم شغال حصل فيل، فهو لسه بيعمل سيف، عمل سيف لجزء وما عملش سيف لحاجه، يبقى حصل ايرور. يبقى ممكن الاقي الداتابيز انستيبل فيها مشكله، يبقى في الحالات دي بنسميها unvalid state.
يبقى فاليد ستيت هي ستيت للداتابيز تحقق كل الكونسترينتس. unvalid يبقى دي ستيت للداتابيز لكن في قيد من القيود مكسور غير محقق، يبقى دي في الحاله دي بنسميها unvalid state. الداتابيز مانجمنت سيستم مهمته ان يحافظ على الداتابيز ان هي تكون دائما في الفاليد ستيت. يبقى الداتابيز مانجمنت سيستم مهمته انه دايما يحافظ على الداتابيز ان هي تكون في الفاليد ستيت. في فرق دلوقتي مهم بين الداتابيز سكيما والداتابيز ستيت. احنا قلنا الداتابيز سكيما اللي هو ايه؟ ديسكريبشن بيشرح الاستراكشر ويشرح الاوبريشنز ويشرح الكونسترينتس. ده الداتابيز السكيما ديسكريبشن بتاع الداتابيز. لكن الداتابيز ستيت الاكشوال داتا اللي مستور في الداتابيز. طب احنا دلوقتي في واحد فيهم دائما يتغير والتاني نادرا ما بيتغير، مين فيهم اكتر واحد بيتغير؟ الداتابيز ستيت. يبقى الداتابيز ستيت هو دائما بيتغير على طول frequently change. لكن database سكيما changes very infrequently، نادرا ما نغير الداتابيز سكيما. الداتابيز سكيما اللي هو الاستراكشر بتاع الداتابيز والكونسترينتس، نادرا ما بضيف تيبل، نادرا ما بعدل اضيف كولوم جديد او اعدل في الداتا تايب بتاع فيلد من الفيلدز اللي موجوده في الداتابيز بتاعتنا، يبقى نادرا ما بغير الداتابيز سكيما. في اسمين تانيين للسكيما والستيت. داتابيز سكيما في بعض الاحيان بنسميه انتنشن، يعني لو لقيت كلمه انتنشن دي يبقى المقصود بيها اللي هو الداتابيز سكيما، والاكستنشن هو مقصود بيها اللي هو الستيت. لكن الشائع في الاستخدام هو السكيما والستيت، دول الشائعين في الاستخدام. نشوف الاكزامبل ده بيوضح قدامنا اللي هو الداتابيز ستيت. الداتابيز ستيت ان انا جيت في لحظه من اللحظات وخدت كوبي من الكونتنتس بتاعت الداتابيز. يعني جيت قلنا احنا عندنا في تيبل اسمه ستيودنت في لحظه معينه في تاريخ معين، قلنا مثلا 1/10/2000 مثلا و10 الساعه مثلا 5:30 ولا حاجه، كانت الكونتنتس بتاعت الداتابيز هي دي. ان اسم الريكورد الاولاني نيم بتاع الستيودنت اسمه سميث و17 وواحد وفي تخصص سي اس، يبقى دي الكونتنتس بتاعت الداتابيز في لحظه معينه، يبقى ده بنسميه الداتابيز. ده مش التيبل بقى واحد، ده الكل احنا دلوقتي اتكلمنا على الثلاثه موديلز، ان الثلاثه كاتيجوري الموديلز، لكن انت عشان تغلب داتابيز مانجمنت سيستم، عشان تعمل سيستم كامل، بتحتاج ان انت تفهم تركز على اليوزر وتشوف هو ايه الفيوز اللي هو محتاجها. محتاج تهتم برضه بالفيزيكال، تعرف الداتابيز دي هتستورد ازاي. محتاج تربط بين الاثنين دول، ما يكونش في فجوه كبيره بينهم. يعني انت في الحقيقه محتاج ثلاثه كاتيجوري مع بعض. عشان كده في موديل او اركتكتشر للداتابيز سيستم، السيستم بقى كامل اللي فيه البرنامج والداتابيز وكل دوت بنسميه سكيما اركتكتشر. بنسميه 3 لان هو بياخد الثلاثه كاتيجوري مع بعض، بيحاول يجمع الثلاثه مع بعض في اركتكتشر واحد. يبقى ده اركتكتشر مقترح للداتابيز سيستم بحيث ان هو يجمع الثلاثه كاتيجوري مع بعض، يستفيد من الثلاثه مع بعض. هدفه ايه بقى الاركتكتشر ده؟ هدفه انه يحقق الثلاثه بوينتس دول، ان يحقق حاجه اسمها داتا بروجرام داتا اندبندنت، يعني الديسكريبشن بتاع الداتابيز يكون متخزن في الداتابيز، وان يحقق المالتي فيوز، مالتي فيوز. طبعا البروجرام داتا اندبندنت يعني المقصود بيها يهتم بالفيزيكال، يعني الديسكريبشن يكون موجود في الداتابيز. يسبورت مالتيبل فيوز، يبقى كده بيهتم باليوزر، يعني هنا بيبص للكونسبشوال. وفي نفس الوقت بيبقى الليفل اللي في النص يهتم باللي هو الحاجه اللي في النص، اللي هو هيربط بين الاثنين، اللي احنا قلنا اللي هو فيه اسمه ريبريزنتيشنال او امبلمنتيشن او ريبريزنتيشنال داتا موديل، اللي هو في النص بينهم. النوع اللي في النص، الكاتيجوري اللي في النص ده يا جماعه، هو ده اللي بنطبقه على اغلب الداتابيز مانجمنت سيستم. يعني الموديلز الثلاثه اللي فاتوا لو انت جيت تطبق موديل منهم او كاتيجوري منهم، مين اللي هتاخده وهتطبقه على الداتابيز مانجمنت سيستم؟ اللي هو الكاتيجوري في النص، اللي هو الامبلمنتيشنال او ريبريزنتيشنال داتا موديل. ده اللي انت هتاخده وتبدا تطبقه على الاكسس، على الاوراكل وهكذا. لكن الموديل اللي هو الكونسبشوال انت ما ينفعش تطبقه على اي داتابيز مانجمنت سيستم.
لازم تحوله لريبريزنتيشن. الحته دي احنا هنشرحها في الباوربوينت اللي بعد كده، يعني ما فهمناهاش نقولها تاني. نرجع تاني للاركتكشر البروبوزد ده يا جماعه، اللي فيه 3 ليفل. هيتقسم ل3 ليفل. ايه هما بقى ال3 ليفل بتوعنا؟ ان هيكون في حاجه اسمها internal scheme، في conceptual schema، وفي external schemas. نبص على الرسم احسن. يبقى الاركتكشر ده هيتقسم ل3 ليفلز او 3 ليفل. الليفل الاولاني او اللي تحت خالص اللي بنسميه internal level. internal level ادام هو internal يعني الاسم كده هو، يبقى هو بيهتم بايه يا جماعه؟ بالفيزيكال لاير. بيهتم بالداتا بيز ستورد ازاي على الهارد. يبقى ده اول لاير اللي هي internal او اول ليفل اللي هو internal level، وبيهتم بالداتا بيز ستورد. الليفل الثاني بنسميه conceptual level، اللي بنسميه هنا conceptual level. conceptual level ده يا جماعه بيستخدم موديلز. الموديلز دي اللي هي مين؟ انهي موديل من الثلاث انواع؟ بيستخدم يا اما الامبلمنتيشنال اللي هو الليفل اللي في النص اللي احنا قلنا هنطبقه على الداتابيز مانجمنت سيستم، او يستخدم اللي اعلى منه، او يستخدم الكونسبشوال، يعني واحنا بنديفولب الكونسبشوال يبقى هنستخدم يا اما الريبريزنتيشنال او امبلمنتيشنال، او نستخدم الكونسبشوال، يعني هنستخدم موديل من الموديلز يا اما اللي في النص يا اما اللي فوق. طب اللي بعديه بقى الليفل اللي بعديه اللي هو الاكسترنال دون بيهتم باليوزرز، بياخد ايه بقى يا جماعه؟ بيبقى واخد نفس اللي كان في الكونسبشوال، نفس الموديل اللي كان في الكونسبشوال هنستخدمه هنا، لكن هو بيحاول يعمل مجموعه من الفيوز للجروبس لليوزرز. يعني كل جروب من اليوزرز بيعمل فيوز خاصه بيهم ويكون سكيما خاصه بيهم. يبقى الداتابيز سيستم بتاعنا المقترح يبقى لازم يكون في موديل نستخدمه في الانترنال ليفل، ونجيب موديل كمان ونستخدم موديل في الكونسبشوال، وبعد كده نفس الموديل اللي احنا هنستخدمه في الكونسبشوال هو ده اللي احنا هنستخدمه في اللاير اللي بعديها اللي هي في الاكسترنال. يبقى ده هيكون الاستراكشر بتاع الداتابيز. نشوف بقى دلوقتي احنا اصبح عندنا في 3 ليفلز، 3 ليفلز دول عشان يتكلموا ويبقى في تخاطب بينهم يبقى في حاجه اسمها ماب هتربط بين الكونسبشوال وبين الانترنال، يعني دلوقتي اليوزر عايز يريتريف اي داتا، عايز بيانات ستودنت معين، فيكتبه في امر SQL، وبعد ما يكتبه في امر SQL او في اي ستيتمنت من الستيتمنتس دي هيبعتها للكونسبشوال. طيب الكونسبشوال ده هيفهموا ازاي؟ ان في عندنا ماب هي اللي هتحدد تقول الفيلد دون المكان ده اللي في الفورم ده هو مقابل للفيلد ايه اللي هو في الداتابيز بتاعتنا. وبرده الفيلد يعني في اماكن للتكست في الفورم اللي هتظهر لليوزر، في مربعات كده هو مكان للنيم، مكان مثلا للاي دي. طب احنا هنعمل ماب بتوين اللي هو الحاجه اللي في الاكسترنال ده اللي هتظهر لليوزر مع الحاجه اللي موجوده في التيبلز اللي موجوده في الداتابيز، يبقى ده عباره عن ماب. طب ربطنا بين الماب ده بين الاكسترنال فيو والكونسبشن، اسماء التيبلز اللي هو عرفنا اسماء التيبلز، في محتاجين ماب يربط بين اسماء التيبلز ومكانها موجود فين على الهارد، اللي هيربط بين اسم التيبل والمكان اللي هو موجود فيه على الهارد. يبقى ده في عندنا في ماب بين الاثنين ليفل دول، وفي ماب ثانيه بين الاثنين ليفل دول. الاستراكشر ده اصبح من الامكان ان انا اغير في الاورجنايزيشن بتاع الداتابيز من غير ما اغير في الاستراكشر بتاعها. يعني ايه في الحته دي؟ يعني انا ممكن اجي انقل الفايلات بتاعت الداتابيز، انقلها من هارد الى هارد، انقلها من مكان لمكان. يبقى لما انقل الداتابيز بتاعتي هل الاستراكشر بتاعها يعني اسماء التيبلز والحاجات دي هيتغير؟ يبقى مفيش تغيير. يبقى في الحالات في independent between ايه بقى؟ الكونسبشوال سكيما وبين الانترنال سكيما. يعني مكان الداتابيز موجود فين على الهارد مش هيأثر على الاستراكشر بتاع الداتابيز. طب نفس الحكايه هنا، لو انا غيرت
في امكانيه ان انا اغير في الاستراكشر بتاع الداتابيز، يعني اسماء التيبل، مش اسماء التيبلز، ممكن ازود فيلد، ممكن انشئ تيبل تاني من غير ما اثر على الاكسترنال فيو، من غير ما اثر على البرنامج بتاعنا. ده اسمه لوجيكال داتا اندبندنت. يبقى في عندنا حاجتين اللي هو فيزيكال داتا اندبندنس ولوجيكال داتا اندبندنس. فيزيكال داتا اندبندنس ولوجيكال. ايه بقى اللي هم الفيزيكال واللوجيكال؟ الفيزيكال داتا اندبندنس ان انا اقدر اغير في اللاير دي في الانترنال سكيما من غير ما اثر في الكونسبشن. يبقى ده الفيزيكال. لكن اللوجيكال اللي هو ايه؟ ان انا اقدر اغير في الكونسبشوال من غير ما يتاثر البرنامج بتاعنا. نقول تاني يا جماعه الاستراكشر ده تاني. هو دلوقتي الاستراكشر ده هو استراكشر للداتابيس سيستم كله. داتابيس سيستم يعني موجود فيها البرنامج اللي هيتعامل مع الداتابيس، موجود فيها البرنامج اللي هيتعامل مع الداتابيس. ايه بقى الاستراكشر ده؟ مكون من 3 ليفل. الليفل الاولاني انترنال ليفل اللي هو بيهتم بايه؟ الداتابيس ستورد ازاي على الهارد، الفايلات متخزنه فين، البلوكس شكلها ايه، ازاي عمليه الاندكس، ازاي اوصل للبلوكس بسرعه، ازاي اجمع التيبل مع بعض. يبقى ده كله اللي هو انترنال ليفل. الليفل اللي بعده اللي هو الكونسبشوال، ده بيهتم بالاستراكشر بتاع الداتابيز. الداتابيز فيها تيبلز، اسمائهم ايه هي الفيلدز اللي فيها، ايه الداتا تايبس وهكذا. الليفل اللي بعديه الاكسترنال، ده اللي هو الفورمز اللي هتظهر لليوزر، الحاجه اللي هتظهر لليوزر في الاخر، الفورمز اللي هتظهر في اليوزر. في محتاجين ماب بين الليفلز دي كلها. الماب بين الفورمز او الاكسترنال فيو لليوزر وبين الجداول بتاعتنا او الداتابيز ستراكشر، وماب بين الداتابيز ستراكشر يعني اسماء التيبلز واسماء الفيلدز الموجوده، وبين هي مكانها فين على الارض، اوصل ليها ازاي على الارض. الامكانيه التغيير في الانترنال سكيما من غير ما اثر في الكونسبشوال، ده بسميه فيزيكال داتا اندبندنت. يعني اقدر اغير في الفيزيكال، اقدر اغير في الهارد، انقل الداتابيز من مكان لمكان، اغير في الهارد بتاعنا من غير ما تتاثر اللي هي الكونسبشن، من غير ما يتاثر الاستراكشر بتاع الداتابيز. ما اخدش الداتابيز من مكان انقل اخد منها كوبي، ابص الاقي في تيبل ما عادش موجود، او فيلد ضاع، او فيلد زاد، لا ما فيش تغيير في الحاجات دي. يبقى ده الفيزيكال. اللي بعديه اللوجيكال داتا اندبندنت، ان انا اقدر اغير في الكونسبشوال، اقدر اغير في الاستراكشر بتاع الداتابيز الى درجه معينه، اقدر اضيف مثلا فيلد، اقدر اضيف تيبل، اقدر اغير في الداتا تايب من غير ما البرنامج اللي هو بيتعامل مع الداتابيز دي بيتاثر. ده اللي هو لوجيكال والفيزيكال داتا اندبندنت. نشوف بقى النص الثاني. مش معانا في الكتاب. نشوف بقى احنا دلوقتي الجزء اللي احنا فات ده يا جماعه اللي اتكلمنا فيه لحد دلوقتي هم دول الاربع ورقات اللي في شابتر 2. الاربع ورقات الاولانيين في شابتر 2 هو ده الجزء ده اللي احنا شرحناه. بقيه الشابتر 2 مش مطلوب مننا. شابتر 1 و2 دول ايه المطلوب فيهم؟ هو يعني تفهموا التعريف تبقوا عارفينها كويس، تقدر تشرحهم، تقدر تقول مميزات كذا وعيوب كذا وهكذا. ده اللي هو الشابتر 1 و2. اللي هنتكلم عنه دلوقتي اللي هو شابتر 3. ده الباقي دول التعريفات اللي موجوده فيهم قليله، اغلبهم بيعتمدوا على فهم كويس. لو فهمت اللي هي المحاضرتين الاولين دول خلاص بقيت المحاضرات المسائلين بالنسبه لك هيعتمدوا كلهم على بعض، يعني في فهم اكتر منه حفظ. اللي اتعامل مع الداتابيز قبل كده هيلاقي الموضوع الحاجات دي هو عارفها وهو طبقها قبل كده كتير. نشوف الرسمه اللي قدامنا دي. لو احنا عايزين نديفلوب اي داتابيز سيستم، ايه الخطوات اللي احنا هنمشي عليها؟ ايه الشكل العام اللي بنمشي عليه؟ ان احنا اول حاجه بنروح على حاجه اسمها ميني وورلد، وقلنا الميني وورلد ده اللي هو سم اسبكت للريال لايف. باجي على الريال لايف واخد مثلا شركه، مؤسسه، جامعه، كليه، والجزء ده يا جماعه هو ده الميني وورلد بتاعنا اللي انا هديفلوب سيستم ليه. بعد كده نقعد مع اللي هو اليوزرز او الكاستمرز اللي موجود في الاورجانيزيشن دي، ونبدا نجمع ريكوايرمنتس، يعني ايه المطلوب؟ نجمع البيانات المطلوبه، يعني هم عايزين السيستم في ايه؟ ايه المطلوب من السيستم؟ هو بيبدا يشرح ليك السيستم، بيقول احنا عندنا الشركه دي مكونه من اقسام، وكل قسم ده احنا عايزين، خلي بالك ركز فيها الحته دي، احنا بنقول كل شركه فيها مجموعه من الاقسام.
وكل قسم احنا بنسجل عنه، يعني مطلوب نعرف عنه، عايزين نعرف اسم القسم والاماكن اللي هو الاماكن التابعه للقسم، عايزين نعرف التخصصات اللي موجوده في القسم. يبقى دي كلها متطلبات موجوده محتاجين نعرفها عن القسم. البيانات اللي احنا عايزين نعرفها عن القسم دي بنسميها اللي هو داتا ريكوايرمنتس، بنسميها داتا ريكوايرمنتس. يبقى البيانات اللي احنا محتاجين نعرفها ونخزنها يبقى دي بنسميها داتا ريكوايرمنتس. لو جه بعد كده وهو بيتكلم معاك قال ايه؟ وبعد كده في عندنا مرتبات الموظفين ونحتاج نحسب الاستقطاعات مثلا، او نحسب اللي هو الحوافز او حساب الراتب نفسه، او يبقى دي كده دي بنسميها functional requirements، بنسميها functional requirements. يبقى function محتاجين ننفذها على البيانات بتاعتنا، يعني ما هياش بيانات هنخزنها، لا دي وظيفه هنقوم بيها، دي وظيفه. نعم الاوبريشن. يبقى دي يا جماعه احنا دلوقتي اللي هي الاوبريشن كده، بس احنا هنا دلوقتي لسه ما وصلناش لكل الاوبريشن. يبقى بنجمع البيانات، يبقى من تاني نروح للمين وورلد ونشوف، نقعد مع الكاستمر نشوف ايه المطلوب، البيانات الكلام اللي هو هيقوله، الريكوايرمنتس اللي هيقولها هنقسمها لنوعين، في داتا ريكوايرمنتس بيانات محتاجين نخزنها في قواعد البيانات، في حاجه ثانيه اسمها فانكشن ريكوايرمنتس او فانكشن ريكوايرمنتس اللي هي الاوبريشن اللي احنا محتاجين ننفذها على الداتا بيز بتاعتنا. الاوبريشن دي او الفانكشن دي وظيفتها نستفيد منها ايه؟ ان انا لما اجي احطها في الداتا بيز اعرف هي هتتنفذ ازاي، اعرف الاوبريشن عمليه حساب المرتب بتتحسب ازاي. بالاضافه الى ايه كمان يا جماعه؟ وانا بكتب طريقه حساب المرتب اشوف البيانات اللي انا عايزها هي موجوده في الداتا ريكوايرمنت ولا لا. يعني هو ممكن هو بيتكلم قال لك الموظف بنسجل عنه اسمه وعنوانه ورقم تليفونه وسكت، وبعد كده جه في الفانكشن ريكوايرمنت وقال بنحتاج حساب المرتب. تيجي انت عشان تحسب المرتب لازم تكون عارف ايه؟ عارف الاساسي، عارف الدرجه الماليه، عارف سنه التعيين، عارف حاجات زي عدد ساعات العمل. طب الحاجات دي موجوده في الداتا؟ هي مش موجوده في الداتا، يبقى لازم ترجع وتعدل الداتا ريكوايرمنتس. يبقى الاوبريشن الفانكشنال ريكوايرمنتس دي هنستخدمها عشان نعرف الاوبريشنز اللي احنا هنحطها في الداتا بيز فيها ايه او بتتنفذ ازاي، وعشان نتاكد من الداتا اللي احنا جمعناها الداتا ريكوايرمنتس سليمه وكامله ولا محتاجين نزود عليها الداتا ريكوايرمنتس ثانيه. بعد ما جمعنا الداتا ريكوايرمنتس دي يا جماعه بتبقى متجمعه في شكل كتابه، يعني اللي هو الموظف او البروجرامر قاعد مع الكاستمر وبيكتب، هيطلع الشكل بده، هيطلع كله كتابه على الشكل كده. مثلا الكومبانيز اورجانيزد انتو ديبارتمنتس، ده الشركه فيها مجموعه من الاقسام وكل قسم في مثلا بيدير مجموعه من المشاريع، في عندنا مجموعه من الموظفين وكل موظف بيدير قسم وبيشتغل في مجموعه من المشاريع وله مجموعه من الابناء، يبقى كله مجموعه من الشرح. طب الكلام اللي هو كاتبه ده لو خده وكتبه، هل لو اداه لاي واحد من زمايله ممكن يفهمه؟ مش بالسهوله ان هو يقدر يفهم الكتابه اللي هو كاتبها، لان كل واحد ليه طريقه معينه في الكتابه. فعايزين نحط الشكل ده، الكتابه اللي هو كاتبها دي، في شكل موديل من الموديلز اللي احنا شفناها قبل كده. هنحطه بقى مين اعلى موديل، مين اعلى كاتيجوري من الكاتيجوريز اللي احنا كنا لسه قايلينها، اللي هو مين؟ اللي هو كونسبشوال داتا موديل. ده كاتيجوري يعني اسم من الاقسام. بين امثله الموديلز اللي تحت الكاتيجوري الاول اللي حاجه اللي احنا بنسميها الاي ار دايجرام او انتيتي ريليشن شيب. دايجرام. الموديل ده اللي هو الاي ار دايجرام او اي ار موديل دون يا جماعه، ده موديل من الموديلز اللي تحت الكاتيجوري اللي هو بنسميه كونسبشوال. هناخد الكلام اللي مكتوب ده ونروح محولينه لرسمه على الشكل ده. نحوله لرسمه على الشكل ده. يبقى ناخد الكلام اللي كان موجود الكتير ده يا جماعه وتتحول لرسمه على الشكل ده. الشكل ده كل رمز من الرموز دي ليه معنى ومعنى ثابت. يعني معنى كل رسمه، هل هو الشكل ده بيضاوي مثلث طب خطين، ولا يعني هل مستطيل طب خط واحد ولا خطين، طب هو تحتيه خط ولا مش تحتيه خط. كل شكل من الاشكال ليه معنى ومتفق عليه مكتوب. فلو احنا اللي هو الانالايزر اللي هو داتا بيز اللي هو
اللي عمل اناليسيس للسيستم او جمع ريكوايرمنت وحوله لرسمه على الشكل ده واداه لاي شخص تاني، هيقدر يفهم الرسمه دي معناها ايه وكل واحد من دول معناه ايه. يبقى احنا ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ اول خطوه يجمع ريكوايرمنت، هيدور على ريكوايرمنتس دي، الداتا ريكوايرمنتس هيجمعها في شكل كتابه على الشكل ده. الكتابه دي لو خدها واداها لاي واحد ممكن ما يفهمش من الكتابه، فلازم يحولها لشكل على الشكل دون. ده خلاص كده الشكل اللي قدامنا دون يا جماعه اسمه ايه بقى؟ اي ار دايجرام او انتيتيف ريليشن شيب او انتيتيف ريليشن شيب دايجرام. الدايجرام ده او الموديل ده تابع لمين في الكاتيجوري الثلاثه اللي احنا قلناهم اللي هو كونسبشوال داتا موديل. بس لو احنا خدنا ده واديناه لواحد شغال على الاوراكل او اس كيو ال سيرفر او اكسس وادينا الرسمه دي وقلنا له خد اعمل دي، وهو بقى مخه كله مركز في مين؟ الداتابيز مانجمنت سيستم اللي هو هيتعامل معاه. هل يقدر ياخد دي ويطبقها على الاس كيو ال؟ ده ما يقدرش. يبقى لازم ناخد دي ونحولها لموديل ثاني. احنا قلنا دلوقتي في الكونسبشوال، مين بقى اللي بعد الكونسبشوال في المستوى اللي اقل منه؟ اللي هو احنا بنتكلم دلوقتي على الكاتيجوريز الثلاثه. احنا بنتكلم على الكاتيجوري الثلاثه. بعد الكونسبشوال كان في واحد اقل منه اللي هو امبلمنتيشن او ريبريزنتيشنال داتا موديل. يشوف شكل موديل من الموديلز دول اللي هو الشكل ده. هو ما كانش موجود يعني مقادير بدور كان مقادير مش موجود. اللي هو الدياجرام اللي قدامنا ده يا جماعه ده موديل من الموديلز اللي موجوده في الكاتيجوري الثاني اللي هو الامبلمنتيشن او ريبريزنتيشنال داتا موديل. اسمه ايه بقى الموديل دوت اللي موجود في القسم الثاني دوت؟ اسمه اللي هو ريليشنال موديل، بنسميه ريليشنال موديل. الريليشنال موديل ده عباره عن موديل موجود فين؟ في الكاتيجوري اللي في النص اللي هو الامبلمنتيشن او ريبريزنتيشن داتا موديل. خلاص كده يا جماعه فهمنا الحته دي؟ يبقى من تاني نعم ده الريليشنال اهو. بس خلي بقى استنى بقى، انا قلت هنا ايه؟ طبعا انا خدت الرسمه دي ما هياش كامله يا جماعه، يعني انا قلت لك انا خدت الرسمه بتاعت اللي هو السكيما حطيتها هنا. المفروض بقى في بقيه حاجات في الخطوط بس مش ما كملتهاش. ماشي؟ طب ده مثال يعني الرسمه اللي فاتت. ايوه الرسمه اللي فاتت كل انتيتي من دول عباره عن احنا بص مالناش دعوه هي الرسمه فيها ايه. احنا قلنا احنا بنعمل ايه؟ احنا ايه المطلوب اللي احنا عايزين نعمله؟ عايزين الكلام الكتير نحوله لرسمه عامله زي دي كده. ايه الرسمه دي؟ اللي هو بنسميه اي ار دايجرام تابع الاي ار موديل. الاي ار موديل ده تبع الكونسبشن. دي ما ينفعش اطبقها على الاس كيو ال او الاوراكل، هحولها لموديل تاني. هاخد كل انتيتي واعمل لها الفيز بتاعتها. التفاصيل دي احنا ما اتكلمناش عنها، احنا بنحوله رسمه عامله كده. الرسمه دي فيها ايه؟ عايز افهم ده ايه؟ احنا ده هناخد بقى في 3 محاضرات. ده هينشرح بالتفصيل بقى. كل حاجه نقولها ما تقلقش، هناخد 10 شبات يعني عايز افهم ده. لا 8 بس. خلاص انا شايف من تاني بقى احنا عندنا ريكوايرمنتس متجمعه في شكل كتابه كده، المطلوب نحولها في اي ار دايجرام اللي هو موجود اي ار موديل اللي موجود في الليفل الاولاني اللي هو كونسبشوال. ده ما ينفعش اطبقه على الاكسس ولا الداتا الاوراكل ولا الاس كيو ال، لازم احوله لموديل تاني. احوله لموديل تاني يبقى شكله تقريبا كده، ان هو في حاجات ناقصه في الرسمه لسه. ها الرسمه دي اقدر اطبقها انا بقى دلوقتي على الاكسس او الاوراكل. هنشئ تيبل اسمه ستودنت في 3 فيلد اللي هو النيم والستودنت نمبر والكلاس. طبعا هيبقى في تحتيه هنا التايب، في لسه بقى تايب وفي ريليشنز، بس الحاجات دي مش موجوده هنا في الرسم. يعني هيحول لرسمه شبه دي اقدر استخدمها اخدها واطبقها على الاكسس او الاوراكل ويبقى وصلنا للداتابيس. طب احنا دلوقتي اتكلمنا في 2 ليفلز او 2 كاتيجوري، كونسبشوال والامبلمنتيشن. طب ما بقى فين اللاير الثلاثه اللي هي الثالثه اللي هي الفيزيكال؟ اللي بيهتم بالفيزيكال ده يا جماعه اللي هو الديفلوبر اللي هيديفولب الداتابيز مانجمنت سيستم، اللي عايز يصمم اوراكل، يصمم برنامج زي داتا اكسس اس كيو ال سيرفر. هو بقى اللي بيهتم ان هو ازاي ياخد التيبلز دي وازاي يوصل يعمل عمليه الاندكسنج ويعمل مالتي ليفل اندكسنج، وازاي يخزن البيانات في بلوكس على الارض وازاي يوصل ليها. يبقى كل الكلام ده اللي هو الموديل الثالث احنا بالنسبه لنا مش هنتطرق ليه، مش هنبص عليه لان هو ايه بالنسبه لنا اللي هنهتم بيه اللي هو اللي هيديفولب داتابيز مانجمنت سيستم. الكلام اللي احنا
قلنا هو ده الكورس اللي احنا عندنا ناخده لاخر الترم. نرجع بقى نبص بقى للمثال ده. ده دلوقتي الاكزامبل بتاعنا يا جماعه بيشرح داتابيز. الداتابيز دي الاكزامبل اللي احنا ناخد فكره عنه بسرعه، لان هو ده الاكزامبل اللي احنا هنمشي معاه في اغلب الدياجرامات اللي هتكون موجوده. هو بيقول ايه بقى الاكزامبل بتاعنا؟ ان في شركه، الشركه دي مقسمه لمجموعه من الاقسام، فيها مجموعه من الاقسام، وكل قسم من الاقسام دي محتاجين نعرف عنه ايه بقى؟ كل قسم هيبقى ليه يونيك نيم، يعني الاسم واحد والاسم ده ما بيكررش، وفيه يونيك نمبر وليه رقم، برضه الرقم ده ما بيكررش. وبعد كده في موظف محدد واحد بس من الموظفين هو مدير للقسم، هو مدير للقسم. ومحتاجين كمان نحتفظ بتاريخ إدارة الموظف ده للقسم، يعني الموظف ده بقى أصبح مدير للقسم بتاريخ إيه. وبعد كده هتلاقي هنا بيجيب كلاب وتستارت دي خلاص. بعد كده الديبارتمنت may have several locations، يعني كل قسم من الأقسام هيبقى ليه مجموعة من اللوكيشن. القسم ما هوش ليه مبنى واحد، لا في مجموعة من المباني أو مجموعة من اللوكيشنز دي خاصة للقسم ده. الجزء اللي احنا قلناه دون هنقدر نطلع منه حاجة اسمها انتجز في مجموعة من الكيانات، ونطلع حاجة اسمها مجموعة من الاتريبيوتس، مجموعة من الخصائص دي أو الصفات. لما يجي يتكلم يا جماعة ويقول في عندنا كومباني ومتقسمة إلى ديبارتمنت، دي مجموعة من الديبارتمنتس، مجموعة من الأقسام، يبقى كلمة ديبارتمنت ده الاسم ده هاخده هنا على إنه هو عبارة عن انتيتي. احنا دلوقتي بنتكلم في مين يا جماعة؟ يعني الكلام اللي احنا من أول دلوقتي الكلام اللي احنا هنتكلم عنه كده هو خاص بمين؟ بالانتيتي ريليشن شيب موديل. احنا دلوقتي بنتكلم في الموديل اللي هو الرسمه اللي كانت مضايقه زميلكم اللي هي دي. نعم. طيب اللي هي مضايقه زميلكم. احنا دلوقتي بنتكلم دلوقتي الموديل ده يا جماعه عايزين نعرف ايه هي المفاهيم بتاعته، ايه هي الكلمات او المصطلحات بتاعته، وازاي نوصل للرسمه دي. فعشان نوصل للرسمه دي عايزين نعرف ايه الكونسبتس، او الكونسبت اللي هو يعني ايه انتيتي ويعني ايه اتريبيوت، يعني ايه انتيتي وبعدين اتريبيوت. هسيب الحته دي وهمشي بس الرسمه قدام شويه وبعدين ارجع ليها تاني. بص بقى كده، في عندنا ريت لا لا كده مش مشكله، في عندنا ستيودنت احمد الله خير الله خير الله عليك الله عليك. في عندنا يا جماعه ستيودنت. الستيودنت ده واحنا بيتكلم هو بيشرح مثلا السيستم بتاعنا او الميني موبيل بتاعنا، بنقول في عندنا طلاب والطالب ده بيسجل في كورسات وبيكون بينتمي لتخصص والتخصص موجود لقسم حاجه زي كده. يبقى لاجي على كلمه ستيودنت دي النون دون واقول اسميه هنا ايه؟ انتيتي. بس عايزين في في ثلاث حاجات اللي هما انتيتي وانتيتي سيت وانتيتي تايب. ايه بقى الفرق بين الثلاثه دول؟ في حاجه اسمها انتيتي وانتيتي سيت وانتيتي تايب. لما نقول انتيتي بس كده يبقى المقصود بيها بيانات طالب محدد، بيانات شخص محدد، بيانات اوبجكت معين، زي حاجه زي كده. زي ما اقول هنا مثلا سميث ورقم الطالب 17 وموجود في كلاس واحد وفي تخصص اسمه سي اس. الكتابه اللي مكتوبه قدامنا دي كده ده بسميه هنا ايه؟ انتيتي. يبقى لما اقول انتيتي يبقى المقصود بيها بيانات طالب معين، اوبجكت معين، حاجه محدده، بيانات. طب لو جمعت مجموعه منهم يعني زي هنا اللي قبلها دي، خدت طالبين او ثلاثه او اربعه، يبقى هنا دلوقتي ما هوش انتيتي واحد، فاصبح عندنا ايه؟ ست من الانتيتيز. يبقى دي انتيتي ست هو مجموعه من الانتيتيز، يبقى ده هو الانتيتي ست. يبقى ده يا جماعه اللي هو الانتيتي ست. لكن
لكن لو انا تجاهلت تمام ما بصيتش للمحتويات بتاعتهم وخدتهم بشكل مجرد زي اللي فوق كده، ان في عندنا طالب والطالب ده بيبقى ليه اسم ورقم طالب وكلاس وميجور بس، يبقى ده بنسميه entity type، يبقى ده بنسميه entity type. يعني ده نوع من انواع الانتيتيز، نوع من انواع الانتيتيز. يعني اقدر اقول ان الانتيتي دون من نوعه ايه؟ هو عباره عن ستودنت. الانتيتي ده هو النوع بتاعه، التايب بتاعه هو عباره عن ستودنت، يبقى لازم يحتوي الاربعه اتريبيوت دول، الاربع صفات دول. يبقى تاني لو خدنا بيانات طالب معين او موظف معين او قسم معين يبقى ده بنسميه انتيتي بس كده. لو خدت اكتر من واحد ست منهم كده يبقى بنسميه انتيتي ست. لو انا اهملت البيانات وخلص وبصيت بس للموضوع بشكل مجرد ان في عندنا حاجه اسمها طالب، والطالب ده لابد انه يكون له اسم ورقم وكلاس وميجور، يبقى في الحاله دي ده بنسميه انتيتي تايب. كل واحد من الاربعه اللي قدامنا اللي هو النيم والستودنت نمبر وكلاس وميجور يبقى ده بسميه اتريبيوت، يبقى ده اسميه اتريبيوت، يبقى ده يبقى اسمه اتريبيوت. خلاص عرفنا الفرق بين الحاجات دي يا جماعه عشان هتتلخبطوا فيها دلوقتي. نعم طيب الاتريبيوت مش احنا قلنا فيه ستودنت، كل ستودنت ليه نيم وستودنت نمبر كل واحده من دول بنسميها اتريبيوت. يعني الستودنت دلوقتي دي 4 اتريبيوت، ايه هم الاربعه اتريبيوت؟ اللي هو النيم والستودنت نمبر والكلاس والميجور. دكتور نعم هو اسم الجدول هو الانتيتي تايب؟ اسم الجدول ما هو يعني الستودنت هو اسم الجدول كده، الستودنت يبقى ده الانتيتي تايب. اسم الجدول هو دون الستودنت. احنا كده عرفنا الفرق بين كل دول يا جماعه، عرفنا الفرق بين الثلاثه، الانتيتي والانتيتي سيت والانتيتي تايب. في بعض الاحيان هو لما يقول انتيتي يبقى قصده على كل دول مع بعض، الثلاثه مع بعض. يعني في بعض الاحيان بيعمل ايه؟ في كتب تلاقي لما يكتب كلمه انتيتي المقصود بيها انتيتي تايب وانتيتي سيت وانتيتي بس اللي هم كله مع بعضهم. في بعض الاحيان في كتب لما يكتب كلمه انتيتي بس كده يقصد بيها ايه؟ الثلاثه مع بعضهم. لكن ممكن يجي يقول لك في انتيتي تايب وانتيتي سيت، يبقى عارف يعني ايه انتيتي تايب وانتيتي سيت. خلاص يا جماعه عشان ايه الحته دي بتلخبط شويه. نرجع بقى تاني للنظام بتاعنا. يبقى في عندنا دلوقتي ايوه شداد دكتور لكن بسم الله تمام. يبقى في عندنا ديبارتمنت، في عندنا ديبارتمنتس، في اقسام. يبقى انا ممكن اقول ديبارتمنت بس ده هو عباره عن ايه يا جماعه؟ انتيتي تايب، ده عباره عن انتيتي تايب. لكن لو جيت قلت في قسم اسمه قسم المشاريع او البروجكتس او الانشاءات او قسم كده والمانجر بتاعه اسمه كذا واللوكيشنز هو كذا، يبقى البيانات اللي انا قلتها دي عباره عن ايه؟ انتيتي بس، دي عباره عن انتيتي. طب الانتيتي تايب ده يا جماعه احنا نحتفظ بالبيانات بتاعته اللي هو ايه؟ يونيك نيم، كلمه يونيك نيم، الاسم ما بيتكررش. ويونيك نمبر اللي هو النيم والنمبر والامبوليين، كل دول عباره عن ايه يا جماعه؟ اتريبيوتس، عباره عن اتريبيوتس. اول خطوه احنا هنقوم بيها من الكتابه دي، يعني انت عشان توصل للرسمه بتعمل ايه؟ هتمشي على كل دول وتطلع الانتيتي وتطلع الاتريبيوت بتاعك، تطلع كل انتيتي وتطلع الاتريبيوت بتاعك، تطلع الاتريبيوت. فاحنا هنا عندنا الانتيتي اسمه ديبارتمنت، في عندنا انتيتي اسمه ديبارتمنت الاتريبيوتس بتاعته اللي هو النيم والنمبر، وفي امبلويي هو مانجر للديبارتمنت، في امبلويي هو المانجر، يعني في اتريبيوت اسمه مانجر. وفي اتريبيوت تاني اسمه ايه؟ ان هو فيه مجموعه من اللوكيشنز، في مجموعه من اللوكيشنز. وفي ستارت ديت لمين؟ للمانجر، في ستارت ديت اللي هيبدا يمانج القسم ده فيه. يعني انا دلوقتي اقدر من الحاجات دي اقدر احطها على الشكل ده.
نشوف طريقه تعبير عن الجزء ده ونعبر عنه ازاي يا جماعه. يبقى انا دلوقتي قلنا الديبارتمنت. ايه بقى الاتريبيوتس بتاعت الديبارتمنت؟ اليونيك نيم، النمبر، وفي مدير، وفي الستارت ديت للمانج. هو المدير ده هيمانج الديبارتمنت، عايزين نعرف هو مانجر ليه من امتى. وفي ليه مجموعه من اللوكيشنز. هناخد الباراجراف اللي احنا قريناه ده يا جماعه ونحوله للرسمه دي، نرسمه في شكل الرسمه دي. طب الرسمه دي بقى نشوف نفهم واحده واحده. شكلها كده المستطيل اللي موجود ده يبقى بيعبر عن ايه؟ يبقى عباره عن انتيتي تايب، عباره عن انتيتي تايب. يبقى انا هاخد الانتيتي تايب واعبر عنه بمستطيل. هاخد مجموعه الاتريبيوتس واعبر عنهم بشكل بيضاوي والشكل اللي قدامنا ده. لكن هو كان بيقول لنا ايه؟ حاجه خاصه كده عن النيم والنمبر، ان هم ايه؟ ان هم يونيك، ان هم ما بيتكرروش، ان مفيش قسمين بنفس الاسم ومفيش قسمين بنفس الرقم. عشان كده حاطين خطين تحتيهم. يبقى كل واحد من دول اللي هو ليه اسم واحد ما بيتكررش، بس اللي هو اليونيك ده يا جماعه بقول عليه ان هو عباره عن كي، مفتاح. خلاص؟ هو عباره عن كي بس كده. يبقى هي الاتريبيوتس اللي ليها يونيك فاليو، قيمتها ما بتتكررش لاي قسم الاقسام او لاي موظف، يبقى ده بسميه كي، بحط تحتيه خط بالشكل ده. لكن لو بصيت لاخر حاجه اللوكيشنز دي، شوف تحتيها خط معموله بشكل مختلف، خطين دايرتين بيضاويتين، لان اللوكيشنز دي كان مالها يا جماعه؟ بتاخد اكتر من قيمه، بتاخد اكتر من قيمه. يبقى الديبارتمنت دي اكتر من لوكيشن، دي مجموعه من اللوكيشنز. يبقى اذا كان عندي اتريبيوت مالتي فاليود اتريبيوت، يعني بياخد قيم كتير، بعبر عنه بالشكل ايه؟ بالشكل اللي هو خطين دايرتين بيضاوي على الشكل ده داخل بعض. فهمنا الباراجراف الاولاني حولناه للرسمه دي ازاي يا جماعه؟ طب نرجع تاني بقى فات. نعم. احنا ليه ما عملناش الحقل اللي هو بتاع المانجر ستارت ديت؟ ليه ما عملناش حقل ستارت ديت؟ تحسبيه ازاي؟ هو احنا المفروض ان احنا هنا بنبتدي نحسب هو يشتغل امتى او مانجر امتى على الديبارتمنت. ايوه هنحسبها ازاي المانجر؟ في عندك موظف بقاله 25 سنه في شركه. اول ما تعين كان موظف عادي، وبعدين بعد 5 سنين بقى مدير الارشيف، وبعد 10 سنين بقى مدير مش عارف كذا، بعد كذا. لا احنا هنا ما قلناش فتره، هو بيقول لي ستارت ديت، تاريخ قرار تعيينه مدير لمكتب. هتحسبيه ازاي التاريخ ده؟ احنا ما قلناش الفتره اللي هو بيمانج الديبارتمنت فيه. واسم المانجر يتغير كل شويه، كل ما المانجر يتغير نشيل المانجر ونحط مانجر جديد وستارت ديت جديد. نشوف الحاجه الحته اللي بعديها يا جماعه. ديبارتمنت كنترولز نمبر بروجكتس. كل ديبارتمنت هيكنترول مجموعه من البروجكت. كل قسم من الاقسام هيدير مجموعه من المشاريع، واحنا عايزين بقى ندير مجموعه من المشاريع، يعني مجموعه من البروجكتس. ناون اهو، يبقى اصبح في عندنا ايه يا جماعه كمان؟ انتيتي تايب جديد اسمه بروجكت. كل بروجكت دون احنا عايزين نسجل عنه يونيك نيم. ما دام كلمه يونيك دي يبقى معناه ان هو ايه؟ كده ما تتكررش، يبقى معناه ان هو كي، يعني نحط تحتيه خط. ويونيك نمبر، يعني البروجكت ده برضه الرقم بتاعه ما بيتكررش، وده عباره برضه عن يونيك، يبقى ده كي. اند ا سنجل لوكيشن، يبقى ليه لوكيشن واحد بس، يبقى كل مشروع هيبقى له لوكيشن واحد. يبقى في عندنا البروجكت ده هيبقى عندنا ليه نيم ونمبر ولوكيشن وكنترولنج ديبارتمنت. فاحنا لسه قايلين ان البروجكت فيه بيشرف عليه قسم من الاقسام، فاحنا كونا انتيتي تايب اسمه ديبارتمنت. هنكتب هنا اتريبيوت اسمه البروجكت اللي هيكنترول البروجكت، الديبارتمنت اللي هيكنترول البروجكت.
والنمبر والنيم ده كي حطينا تحتيه خط لان هو بيقول يونيك. وبعد كده ليه لوكيشن واحد بس، عشان كده عملناها دايره واحده ما حطيناش دايرتين زي الديبارتمنت. بعد كده يا جماعه في مجموعه من الموظفين. كل موظف احنا هنخزن في عندنا موظفين، يبقى في عندنا ايه بقى يا جماعه؟ انتيتي تايب جديد اللي هو اسمه امبلوي. الاتريبيوتس بتاعته ان هو هيبقى ليه نيم وما قالش ان هو يونيك. وبعد كده قال اي دي نمبر وسكت. طب ادام اي دي نمبر هو يعني لو الاي دي نمبر ده اتكرر هيبقى اي دي اصلا؟ يبقى هو من غير ما يقول ان هو يونيك يبقى مفترض ان هو يكون ايه؟ يونيك. وبعد كده في ادرس وسالري نوع والبيرث ديت. وبعد كده السالري والبيرث ديت اللي هو تاريخ الميلاد بتاعه. وبعد كده هو الامبلوي از اساين تو وان ديبارتمنت. كل موظف من الموظفين هيشتغل في قسم واحد من الاقسام. لكن لما يجي يشتغل مش هيشتغل في مشروع، هيشتغل في مجموعه من المشاريع. هيشتغل في مجموعه من المشاريع. المشاريع اللي هو هيشتغل فيها دي مش شرط ان هو تكون تابعه لنفس القسم اللي هو بيشتغل فيه. بالتالي يبقى في الموظف هنسجل عنده الاسم والرقم الاي دي بتاعته، والاي دي هتبقى يونيك، والادرس والسالري والنوع البيرث ديت. وهنسجل كمان هيكون تابع لقسم واحد بس. كل موظف هيبقى موجود في قسم واحد، ما ينفعش يكون في قسمين، هيبقى موجود في قسم واحد. لكن بيشتغل في مجموعه من المشاريع. المشاريع اللي هو بيشتغل فيها دي المشرف عليها اقسام، سواء القسم بتاعه او اقسام ثانيه. يبقى بيشتغل في 10 مشاريع، المشروعين الاولين تبع قسم كذا والمشروعين الثانيين تبع قسم كذا وهكذا. We keep track number of hours وبنحتفظ بعدد الساعات اللي هيشتغلها في كل for each project. وهنخزن عندنا عدد الساعات اللي هيشتغلها في كل بروجكت من البروجكتس. We also keep track direct supervisor for each employee. يعني كل موظف موظفين في سوبرفايزر، في مشرف عليه. كل موظف في مشرف بيشرف عليه. عايزين نعرف المشرف بتاع كل موظف هو مين. عايزين نعرف المشرف بتاع كل موظف هو مين. نشوف بقى الحاجات اللي احنا لسه قايلينها دي مع بعض. يبقى في عندنا موظف، الموظف ده محتاجين نعرف اللي هو السالري، النوع، الاس اس ان دي كانت مكتوبه بس انا مش شايفها. الاس اس ان دي لما تشوفها اللي هو ايه؟ لا مش هي الاي دي. الاس اس ان دي هي الاي دي. بس الاس اس ان لما تشوف كلمه اس اس ان دي يا جماعه المقصود بيها زي رقم التامينات والمعاشات كده. خلاص؟ البيرث ديت يبقى تاريخ الميلاد، والديبارتمنت القسم اللي هو بيشتغل فيه، القسم اللي هو بيشتغل فيه. نيجي بقى الاسم. احنا بنحتفظ باسم الموظف، لكن شوف هنا اسم الموظف. الاسم دايما لما نيجي في اغلب الاحيان لما بنخزنه ما بنخزنش الاسم كله على بعضه، بنقسمه لفيرست نيم وميدل نيم ولاست نيم، وممكن يبقى فيه بعد كده. بنقسمه اذا احتاجنا عمليه السيرش، ان احنا نسيرش في الميدل نيم او اللاست نيم يكون موجود فيه كده. لكن افرض احنا مش محتاجين اللي هو التفاصيل بتاعته، خلاص نكتب نيم ونخزن الاسم زي ما هو كامل وخلاص. فده الاسم. وبعد كده السوبرفايزر المشرف بتاعه اللي هو بيشرف على الموظف، والادرس وعنوان الموظف. لكن نيجي بقى في ورك زون. احنا قلنا الموظف بيشتغل في ايه؟ في مجموعه من المشاريع. يبقى الفيلد او الاتريبيوت ده بنسميه مالتي فاليود اتريبيوت، يعني بياخد اكتر من فاليو. ما دام هو بياخد اكتر من فاليو يبقى في الحاله دي بنربطه، نعمله بدايرتين على الشكل ده كده من بيضاء زي ما في جوه بعض. محتاجين كمان نحتفظ عن المشروع اللي هو بيشتغل فيه، نعرف اسم المشروع، ونعرف ايه كمان؟ عدد الساعات اللي هيشتغلها في المشروع. طيب بص بقى كده، الشكل ده اللي هو نيم ويطلع منه 3، ده بنسميه كومبوزيت اتريبيوت، بنسميه كومبوزيت اتريبيوت. يبقى اصبح عندنا الاتريبيوتس دي نقولها مع بعض. الملخص بتاعهم قبل ما نكمل.
فاحنا دلوقتي الانواع يا جماعه لما الاقي هنا شكل بيضاوي تحتيه خط كده ده اتريبيوت، بس الاتريبيوت ده عباره عن ايه؟ كي، يبقى بياخد يونيك فاليو، القيمه تبقى يونيك واحده ما بتتكررش. لو لقينا خطين على الشكل ده يبقى ده معناه ايه؟ مالتي فاليو اتريبيوت، يعني بياخد قيم كتير، بياخد اكتر من قيمه زي القسم وليه مجموعه من اللوكيشنز. لو لقينا هنا اللي هو يطلع خط ويطلع حاجه على الشكل ده يبقى ده بنسميه ايه؟ اللي هو كومبوزيت اتريبيوت، بنسميه كومبوزيت اتريبيوت. نعم كومبوزيت اتريبيوت لان هو طالع منه حاجتين اهو. ده احنا كده قلنا الكومبوزيت اتريبيوت. لكن في اتريبيوتس ثانيه يا جماعه، فرضا ان احنا عندنا الموظف ده وعايز تحفظ اللي هو من ضمن البيانات اللي هو كان بيقول كيب تراك ليها اللي هو عمر الموظف، اللي هو عمر الموظف. يبقى عايزين مثلا هو عنوان ورقم تليفون وبعدين عمر الموظف. يبقى عمر الموظف في الحاله دي بتعبر عنه ان انت تحطه بشكل هو منقط كده. يبقى ده بنسميه درايفد او كالكوليتد اتريبيوت. يبقى الاتريبيوت اللي هتلاقيه في شكل نقط كده هو يبقى ده بنسميه كومبوزيت، ده بنسميه كالكوليتد او درايفد اتريبيوت. اتريبيوت انت تقدر تحسبه من اتريبيوت موجود عندك قبل كده، اتريبيوت تقدر تحسبه من اتريبيوتس كانت موجوده قبل كده. نشوف اخر باراجراف عندنا يا جماعه. في كل موظف هيبقى فيه دي مجموعه من الديبندنت، مجموعه من الديبندنت اللي هو اشخاص اللي هو بيعملوا اللي هو الابناء يعني لكل موظف. محتاجين نعرف ايه بقى عن الديبندنت؟ محتاجين نعرف الفيرست نيم. ما اذا انا عرفت اول اسم من الابن هقدر اعرف اسمه كله. يبقى عايزين نعرف الفيرست نيم، نوع وتاريخ الميلاد والريليشن شيب اللي هو علاقته ايه بالموظف، هل هو ابن ولا ابنه ولا اي حاجه من الحاجات دي. يبقى دي لما نيجي نرسم يبقى نرسمها هتطلع على الشكل ده يا جماعه. هيبقى فيه الديبندنت، احنا جبنا قلنا سيره ويك دي خالص، ما قلناش حاجه ويك ولا شيء. في الديبندنت دي يا جماعه يبقى الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها اللي هو النوع والبيرث ديت والموظف اللي هو تابع ليه، والديبندنت نيم اسم الديبندنت والريليشن شيب. يعني هنا مفيش كي، مفيش هنا. يبقى الخطوه اللي احنا قمنا بيها دلوقتي اول حاجه تعملها ايه هي؟ هتاخد الكتابه اللي مكتوبه قدامك دي وتطلع منها الانتيتي تايب، وتطلع الاتريبيوتس. وعرفنا الانتيتي تايب بعبر عنه بالمستطيل، والاتريبيوتس بنعبر عنها بالاشكال اللي احنا لسه شايفينهم من شويه. احنا دلوقتي عرفنا ايه هو الانتيتي بس وانتيتي سيت والانتيتي تايب، وعرفنا الاتريبيوتس. كل اتريبيوت من الاتريبيوتس دي يا جماعه يبقى ليه حاجه اسمها داتا تايب، او بنسميها فاليو سيت. كل اتريبيوت ليه داتا تايب وفي فاليو سيت. يعني ايه الفاليو سيت؟ اللي هي سيت اوف اول فاليوز او فاليد فاليوز للاتريبيوت. يعني لو خدت اتريبيوت زي مثلا رقم الطالب الاكاديمي المفروض مكون من عدد معين، متقسم اول 4 حروف للسنه، اللي بعديهم للتخصص، اللي بعديهم للترم اللي هو الترم الاول والترم الثاني، اللي بعديه رقمه داخل التخصص، يبقى متقسم لاربعه من الاجزاء دي كلها. طب انا دلوقتي هقدر احط فاليو سيت لو جمعت كل القيم اللي ممكن ياخدها الاتريبيوت دي، الاتريبيوت ده يبقى في سيت واحده، يبقى دي بسميها الفاليو سيت. او ممكن نقولها بشكل تاني، لو انا بجمع عدد الساعات اللي بيشتغلها الموظف في اليوم الواحد، بشوف هو الموظف كل يوم بيشتغل عدد ساعات معين عشان احسب السالري،
ففي فيلد اللي هو عدد الساعات اللي اشتغلها في اليوم. المفروض الفاليو سيت عدد الساعات دي يبقى الرينج بتاعها من كام الى كام؟ المفروض اقل حاجه صفر، يعني ما ينفعش تجيب بالماينس. وبعد كده اقصى حاجه ممكن تبقى كام؟ هيبقى 24 مثلا، اقصى حاجه هتحط 24، لكن ينفع اشتغل 25 26 ما ينفعش. يبقى الرينج بقى من صفر ل 24 ده كل القيم اللي موجوده من صفر ل 24 يبقى هو دون ايه؟ دون اللي هي بنسميها الفاليو سيت او بنسميها الداتا تايب. مش مجرد بس ان انا اقول ان هو انتجر والسايز بتاعه كذا، لا انا ممكن احط برضه كونسترينز اقول من كذا الى كذا او الرينج بتاعه هو كذا الى كذا. يبقى ده الكونسترينت ده بتاع اللي بيحدد الشكل دوت بنسميه داتا تايب او بنسميه الفاليو سيت للاتريبيوت. هي الفاليو سيت يا دكتور المفروض بتشمل كل الامثله اللي هو جابها، كل الفاليوز وانا بختار كل للاتريبيوت دي اتريبيوت التايب بتاعه. نعم، بختار لكل اتريبيوت التايب بتاعه اللي هي مجموعه التايبس اللي كان عارضها تحت لو هيكتب في السلايد. كل اتريبيوت وليه تايب، يعني بقول ايه؟ نيم، النيم بتاع السيوتيك، ايه الداتا تايب بتاعه او الفاليو سيت بتاعته ان هو يكون سترينج او بلاش فارتشر تو سايز مثلا 50 مثلا. ايوه، ما هي الفاليو سيت بتشمل كل دول الكاركتر والنمبر. هو ايه؟ الفاليو سيت بتشمل كل دول. انا لما باجي قدام كل اتريبيوت لو هو النيم مثلا، انا الفاليو سيت بتديني كل الاوبشنز دي، فانا بختار قدام النيم مثلا هو هيكون كاركتر. هتختار منين؟ إيه؟ احنا دلوقتي في ار دايجرام مفيش تول موجوده بترسم بيها ار دايجرام. يعني مفيش حاجه اختيار دي هنا خالص. انت بتتكلم دلوقتي على الامبلمنتيشنال او الديسيشن اللي هو بتتكلم عن ريليشنال موديل اللي انت هتفتح الاس كيو ال وتبدا تطبقه. لكن هنا مفيش حاجه، مفيش تول انت بترسمه وبتكتب ده كله بايدك. يعني مفيش تول انت بتستخدمها عشان ترسم الاي ار دايجرام ده. دي مرحله الديزاين. نعم، دي مرحله الديزاين قبل الامبلمنتيشن. انت دلوقتي عايز تعمل ايه؟ جمعت الريكوايرمنتس، بعد كده عايز ترسم بقى الاي ار دايجرام موديل ده، وانت لسه ما رحتش ناحيه الداتا بيس مانجمنت سيستم، لسه ما وصلتش للداتا. خلاص كده دكتور. نعم خلاص. ايه بس ايه طيب يا دكتور؟ لسه ساعه. مشكلة. طب بريك عشان الفصل. مش كده النهارده. ساعه بالظبط ان شاء الله، ما تقلقش. ممكن 10 دقايق زياده نمشي بدري. المهم يا جماعه عشان بس نخلص. احنا دلوقتي شفنا السيمبل والكومبوزيت والمالتي فاليو. السيمبل والكومبوزيت والمالتي فاليو. الكومبوزيت نفسه ممكن يبقى هو نفسه يبقى كومبوزيت، يعني ممكن يبقى عندي حاجه زي كده. ده عباره عن اتريبيوت، الاتريبيوت اللي هو الادرس ممكن يبقى كومبوزيت اتريبيوت. هيبقى فيه الادرس العنوان، هيبقى فيه اللي هو رقم الستريت والسيتي والستيت والكود، وبعد كده الستريت. الادرس ده نفسه ممكن يبقى متقسم لكومبوزيت برضه، يبقى ممكن الاتريبيوت اللي هو كومبوزيت اتريبيوت الاقيه برضه في كومبوزيت اتريبيوت للاتريبيوتس. ممكن الاقي واحد من دول الاقيه مالتي فاليو، ممكن الاقي فيه حاجه منهم مالتي فاليو، يعني ممكن يبقى فيه اكتر من ليفل، يبقى عندك اتريبيوت هو كومبوزيت وحاجه من الاتريبيوتس دي مالتي فاليود او كومبوزيت برضه في شكل تري. احنا دلوقتي وصلنا لحد ما وصلنا اللي هو ازاي نطلع اللي هو الانتيتي تايبس ونطلع الاتريبيوتس بتاعتها. لكن كان فاضل ايه يا جماعه؟ الريليشن اللي بتربط بين كل دول، الريليشنز اللي هتربط بين الانتيتي تايبس. قبل ما نشوف الريليشنز دي هنضيفها على الرسمه دي ازاي، هنعرف الاول يعني ايه ريليشن. الريليشن دي ريليشن شيب، الريليشن شيبس دي بين اللي هو الانتيتي تايبس. ممكن نكتبها على الشكل ده. انت عندك في مانجر
الورق ده هيقع يا اسماء، الورق والموبايل هيقع. ريليشن يا جماعه. بص هنا كده، انت عندك كان في ريليشن اللي هي بنقول في عندنا موظف وهيمانج ديبارتمنت، في موظف وهيمانج ديبارتمنت. فانت هتيجي تقول في عندنا موظف اسمه اكس هيمانج ديبارتمنت اسمه مثلا سي اس مثلا، وعايزين الستارت ديت اللي هو 1/1 مثلا 2000. ده الستارت ديت، ده عباره عن اتريبيوت للريليشن. يبقى في ريليشن هتربط واحد من الموظفين مع قسم من الاقسام. طب في هتربط برضه واحد تاني اسمه واي مع قسم مثلا اي حاجه اي اسم مثلا، وناخد اخيه برضه هنا عندنا كريم. ده الستارت ديت. ده كده لوحده ده يبقى ده ريليشن، يبقى دي كده ريليشن وهنا ريليشن. طيب ريليشن تايب بقى، ريليشن تايب او ريليشن سيت لما نجمع دول مع بعضهم اي اكس مع واي ايكوال زد، يبقى ده نسميه يا جماعه ريليشن سيت، زي ما كنا بنعمل في الانتيتيز بالظبط، زي ما كنا بنعمل في الانتيتيز. يبقى ده هنا ريليشن، يبقى دي ريليشن بتربط بين ده وده، وده برضه ريليشن هتاخد من الواي للاي اس ودي من الاكس للسي اس. هنجمع كل دول مع بعض ونطلع حاجه اسمها ريليشن شيب تايب. يبقى ده دلوقتي اللي احنا هنسميه بقى ريليشن شيب تايبس. الريليشن شيب تايبس ده اللي هو الريليشن شيب تايبس ده اللي هو يبقى ايه يا جماعه؟ ان احنا هنقول هنربط اللي هو الامبلويي الانتيتي اللي هو اسمه الموظفين مع الديبارتمنت، وفي نفس الوقت هنا هنحتفظ بايه يا جماعه؟ هنحتفظ باتريبيوت اللي هو الستارت ديت. يبقى في ريليشن، الريليشن دي هتربط بين ايه بقى؟ بين الموظف والقسم. وفي اتريبيوت للريليشن اللي هو الستارت ديت، هو الستارت ديت. يبقى من تاني بقى دي هنا ريليشن شيب اهو بين الموظف ده مع القسم، وده بين الموظف والقسم. هعرف من الريليشن شيب دي هعرف حاجه اسمها ريليشن شيب تايب. ريليشن شيب تايب، ريليشن شيب تايب دي ما فيهاش فاليوز، ما فيهاش قيم. هتربط بين انتي اسمه الموظف مع انتي تاني اللي هو القسم. والريليشن دي الريليشن شيب تايب في اتريبيوتس عليها اللي هو ايه؟ الستارت ديت، اللي هو الستارت ديت، زي ما كنا بنتكلم في الانتيتي بالظبط، زي ما كنا بنتكلم في الانتيتي بالظبط. يفيد في ايه؟ نعم؟ هيفيدنا في ايه؟ هو طالب بيقول وانا بسجل على كل موظف عايز اعرف هو مدير للقسم من تاريخ كام. ممكن اقول موظف بيعمل في قسم، عايز اعرف هو بيعمل في القسم ده بتاريخ ايه؟ اشتغل فيه كام ساعه؟ بيشتغل في بروجكت، بيشتغل فيه كام ساعه وامتى وازاي؟ يبقى دي عباره عن مجموعه من الخصائص، بس الخصائص دي لا هي تابعه للموظف بس ولا هي تابعه للقسم بس، ده هم ارتبطوا الصفه مع الربط ده. يعني طب هي طبعا الاتريبيوت ده خاص بالعلاقات، والعلاقه دي موجوده، الاتريبيوت موجوده. يعني الاتريبيوت ده يا جماعه الصفات دي بتصف العلاقه اللي بينهم. يعني الستارت ديت الموظف بيدير القسم بتاريخ ده، بدايه التاريخ. الستارت ديت ما هوش يعتمد على الموظف بس، ما اقدرش احطه في الموظف بس، ما اقولش ان هو الموظف لوحده، ما اقدرش احطه في القسم وخلاص. لا، العلاقه هو مرتبط بالعلاقه ده، لانه لو كان خاص بالموظف بس كنا حطيناه في الموظف خالص. حط في الاثنين يا دكتور. نعم؟ حط لا يعني هيتحط بس فوق اللي هو العلاج، هيتحط فوق العلاج. هيتعمل ايه بعد كده؟ احنا لسه بقى ماشيين خطوات خطوه لسه. ده دلوقتي اللي احنا قلناه دلوقتي عرفنا ده كده ريليشن، ده ريليشن شيب وده ريليشن شيب تايب. ده ريليشن اللي فيها فاليو محدده، وهنا ريليشن شيب تايب، ريليشن شيب تايب. نيجي بقى نشوف الريليشن شيب تايبس، هيبقى فيها مجموعه من الدرجات. الريليشن شيب تايب دي احنا خلاص قلنا ريليشن شيب تايب وريليشن شيب سيت. عايزين نشوف الانواع بتاعتها، الانواع بتاعتها. بص بقى كده،
اللي احنا وصلنا لحد دلوقتي ان احنا عرفنا ان في حاجه اسمها ريليشن شيب، وفي حاجه اسمها ريليشن شيب تايب، وريليشن شيب سيت. عرفنا اللي هو ريليشن شيب سيت. الثلاثه دول واضحين بالنسبه لنا يا جماعه؟ في اي مشكله فيهم؟ ان انت هتجمع، مش عرفت يعني ايه ريليشن شيب؟ لو خدت مجموعه من الريليشن شيبس دول مع بعض هيبقى ده ريليشن شيب سيت. لو انت شلت القيم خالص يبقى ده حطيت بشكل مجرد، يبقى ده يسميه ريليشن شيب تايب. شفنا احنا الاثنين دول. المفروض بقى نوصل ليه بقى يا جماعه؟ ان احنا هنيجي على الرسمه اللي فاتت اللي كانت فيها الانتيتيز تايب فيها الاتريبيوت، وهنحولها للرسمه دي. هنحولها للرسمه دي ازاي؟ نشوفها بقى المحاضره الجايه.